وهذا البارت 1 من سلسلة صعوبات في حياة كل أم عاملة وغير عاملة. يمكن حياتي ما تكونش الحياة المثالية ولا الحياة يلي فيها إنجازات لحد، ولكن كل إنسان يعرف حياته ويشوف فيه الصعوبات يلي فيها. يمكن الشيء اللي عندي صعب وعند غيري شيء سهل وبديهي، والعكس. بدت من داخل شقة صغيرة في الدور الرابع لأم لطفلين ومن غير شغل وبعيدة عن أهلها وعن أي حد تعرفه حرفيا. جيت في مكان لا في أهلي ولا أهل زوجي ولا أي معارف، وطبعا زوجي بطبيعة الحال زي أي زوج يشتغل ومش موجود معاي. بجد كنت إنسانة سلبية لأقصى حد، لدرجة من لوم في نفسي أو زوجي على أي شيء حتى لو طاسة طاحت من يدي. ويمكن كان الشيء هذا طبيعي لإنسان أنا عايشة مع طفلين ومن غير تواصل اجتماعي مع العالم، ويلي متزوجة بعيد عن أهلها بمسافة طويلة إن كانت مدينة أو مدن بينهم. أحكوا لي كيف تأقلمتوا الفترة الأولى. وما نبيش نكتر عليكم سلبية، ولكن حبيت نعطيكم فكرة إن الحياة مش مثالية، ولكن تقدر تحول الطاقة السلبية لشيء إيجابي يغير حياتك من إنسانة كسولة سلبية لإنسانة ما تحبش يكون عندها ساعة فراغ من غير فايدة. والله بجد اكتشفت إن الحركة فعلا بركة، تخليك دايما تفكري شنو الخطوة يلي بعدها. وهني ما نحكيش على الخدمة بس، حتى على الحوش والأطفال والحياة. ولما تنوضي أول شيء تبدي بصلاة الفجر والصبح، حتكون هذه أول إنجاز في قائمة يومك. ونصيحة من القلب، ما تأجليش أي شيء يجي قدامك إلا لو عندك سبب قوي زي المرض عافانا وعافاكم الله، أو عندك مشوار مهم. وبجد التأجيل للناس السلبية الفاشلة يلي ما عندهاش هدف واضح. صدقيني نص أمراض الأنثى وشعورها بالاكتئاب هو الفراغ. الفراغ أكبر عدو للإنسان. ومش يقول لك الضغط يولد الانفجار، لأن بعد الضغط الوحدة والحياة جديدة والأمومة الصعبة اكتشفت الفاصل يلي غير حياتي. وأحكوا لي على أصعب فترة عشتيها بعد الزواج وكيف قدرتي تتخطيها. من أكثر المراحل يلي كانت صعبة عندي هي أول الزواج، لأني كنت عايشة بعيد عن أهلي، وبعد أول طفل لأنه بجد كانت مسؤولية صعبة هلبة، ومرحلة بداية مشروعي بجديات كانت من أصعب المراحل. وقتها كنت مش قادرة أنوفق بين خدمتي وحوشي. وآخر مرحلة نفكر فيها يعني إنها كانت صعبة بالنسبة لي هي محوالتي من شقتي لحوشي جديد. بجد كانت فترة مرهقة جدا. أخيرا لو عجبتكم السلسلة احكوا لي هل نكمل أو لا، وأكيد ما تنسيش تدعميني ولايك منك ينفعنا وما يضرك. يلا سلام. شغوفة قولي يلا سلامي. يلا هيام. أه؟ يلا هيام.